بيكم وتحدي جديد في المعرفة المسيحية. ازيكم عاملين ايه؟ جينا لكم النهارده بتحدي جديد، تحدي 30 سؤال زي ما انتم فاكرين. النهارده التحدي هناخد فيه 15 سؤال من العهد القديم و15 سؤال من العهد الجديد، فكده كده هتبقوا متحمسين جدا. خلينا افكركم بس بتحدي 30 سؤال في المعرفة المسيحية بيتكون من 3 جولات في 3 مستويات. يعني المستوى الاول 10 اسئله سهله، المستوى الثاني متوسط 10 اسئله متوسطه، المستوى الثالث الصعب 10 اسئله صعبه. ايه رايكم كده نبدا التحدي ونشوف شطارتكم معانا في الكومنتس قبل ما تظهر الاجابه على الشاشه؟ يلا بينا. الجوله الاولى 10 اسئله سهله زي ما قلت لكم. جاهزين؟ طب ما يلا بينا، يلا يا جماعه. ما هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفصل بين رعوس وحماتها؟ كانت الغربة ولا الموت ولا الزواج؟ هي قالت لها في حاجة واحدة بس اللي هتفرقني عنك، ايه هي؟ حد عارف؟ الموت. برافو عليكم، قالت لها الموت بس اللي هيفصلني عنك. برافو عليكم. السؤال التاني، من هو الذي لقب بجبار البأس في سفر رعوس؟ كان بوعز ولا الوالي الأول ولا أليمالك؟ مين اللي اتلقب بلقب جبار البأس؟ حد فاكر؟ يلحق يقول لنا. بوعز اللي لقب بجبار البأس. برافو عليكم. نروح على السؤال الثالث، من هو حفيد بوعز؟ كان عبيد ولا يسى أبو داود ولا كليون ولا محلون؟ مين يا جماعة كان حفيد بوعز؟ حد عارف؟ حد يلحق يكتب لنا؟ كان يسى أبو داود. برافو عليكم يسى. السؤال الرابع، من هي الجدة الكبرى لداود؟ كانت رعوس ولا ثمار ولا ليئة ولا رحيل؟ مين الجدة الكبرى يا جماعة لداود؟ حد عارف؟ مين هيلحق؟ رعوس. برافو عليكم، هي الجدة الكبرى لداود. السؤال الخامس، سفر رعوس ده يا جماعة من الأسفار التاريخية ولا من الأسفار النبوية ولا من الأسفار التعليمية؟ عبارة عن ايه السفر ده؟ بينتمي لإيه؟ حد عارف؟ حد هيقول لنا؟ من الأسفار التاريخية. سفر رعوس سفر تاريخي. برافو عليكم. السؤال اللي بعده، بعد تكريس صموئيل لخدمة الرب لم يرى أمه حتى ماتت ولا لم يرى والديه حتى مات عالي الكاهن ولا كان يرى والديه مرة كل سنة ولا لم يرى أمه بس كان بيشوف أبوه؟ كان يرى والديه مرة كل سنة. برافو عليكم. السؤال السابع، دعا الرب صموئيل ليلا فقال ها أنا ذا، ثم عاد للنوم ولا خرج من هيكل الرب إلى الخلاء ولا ثم ذهب إلى علي الكاهن ولا أطفأ سراج الرب؟ عمل إيه صموئيل؟ حد فاكر؟ بعد ما قال له ها أنا ذا ذهب لعلي الكاهن. برافو عليكم. يلا بينا على السؤال الثامن، سقط علي الكاهن ومات عندما سمع أن الشعب انهزم في الحرب ولا ولديه ماتوا في الحرب ولا الفلسطينيين قد أخذوا تابوت العهد ولا صموئيل أخذ أسيرا؟ ليه سقط علي الكاهن؟ أنهي خبر اللي أثر عليه؟ لما عرف أن الفلسطينيين خدوا تابوت الرب. برافو عليكم. السؤال التاسع، في أي مدينة كان يقيم صموئيل النبي؟ كان في بيت إيل ولا كان بيقيم في الجلجال ولا في الرامة ولا في المصفاة؟ كان فين المدينة اللي بيقيم فيها صموئيل النبي؟ حد عارف؟ في الرامة. برافو عليكم. برافو. آخر سؤال في الجولة، كان صموئيل متبتلا لم يتزوج ولا كان متجوز ولكنه لم ينجب ولا كان متجوز وأنجب أولاد أبرار ولا كان متجوز وأنجب أولاد أشرار؟ أنهي واحدة؟ صموئيل كان إيه؟ حد عارف؟ كان متجوز وخلف أولاد أشرار. بالظبط كده. الجولة الثانية بقى يا جماعة، يلا بينا على 10 أسئلة متوسطة. جاهزين؟ أين مسح داود ملكا على إسرائيل؟ ده كان في الجلجال ولا كان في جبعة بنيامين ولا كان في مدينة حبرون ولا كان في بيت لحم؟ لما مسحوا صموئيل النبي كان في أي مدينة؟ حد عارف؟ حبرون. برافو عليكم، كان في مدينة حبرون. السؤال اللي بعده، جعل داود مدينة أورشليم عاصمة لملكه وسكن هو وأولاده في مدينة بيت لحم ولا بيته القديم في أورشليم أيام شاول ولا بيت جديد بني له خصيصا ولا بيت إيل بالقرب من أورشليم؟ في بيت جديد بني له خصيصا. برافو عليكم. نروح على السؤال ال 13،
كانت أول معارك داود بعد مسحه ملكا على كل إسرائيل مع اليبوسيين ولا الفلسطينيين ولا العمالقة ولا الجلعاديين؟ كان مع مين يا جماعة أول معاركهم؟ حد عارف؟ حد فاكر؟ اليبوسيين دي كانت أول معاركهم. برافو عليكم. السؤال اللي بعده، انتصر داود في بداية حكمه على الفلسطينيين مرتين متتاليتين ولا في معركة بعل حصور ولا في محلة شاول ولا كانت 4 مرات متتالية؟ ايه بقى؟ عمل ايه مع الفلسطينيين في اول حكمه؟ حد عارف؟ مرتين متتاليتين. برافو عليكم. رقص داود الملك امام موكب تابوت عهد الرب وادى ذلك الى غضب الرب حتى انه امات عزة ولا ان ميكال احتقرت داود ولا فرح الشعب ما عدا سبط بنيامين ولا الشعب احتقر داود؟ فاكرين؟ ميكال هي اللي احتقرت داود لما شافته بيرقص. السؤال ال16، رقصت ابنة هيروديا فكانت مكافأتها رأس يوحنا المعمدان، وهذا كان في عيد الأبواق ولا في عيد انتصار الملك على أدوم ولا عيد ميلاد يوحنا ولا عيد ميلاد الملك؟ حد فاكر؟ حد هيقول؟ في عيد ميلاد الملك. برافو عليكم، برافو. سؤال ال17، تمزق حذاء ماري مرقس فأصلحه عند إسكافي يدعى مين؟ وده كان البطريرك التاني. هل كان اسمه بطرس ولا إنيانوس ولا أرشلاوس ولا ميليوس؟ كان اسمه ايه البطريرك التاني بعد ماري مرقس؟ حد فاكر؟ إنيانوس الإسكافي. برافو. من صلى يا رب لا تقم له هذه الخطية متشبها بسيده؟ ده كان بطرس ولا باسيليوس الكبير ولا استفانوس ولا السيد المسيح؟ مين اللي كان متشبه بسيده؟ حد فاكر؟ استفانوس لما السماء اتفتحت. برافو عليكم. سؤال 19، في بيت ماري مرقس أكل السيد المسيح الفصح مع تلاميذه ولا غسل أرجل تلاميذه ولا أعطاهم جسده ودمه وحل الروح القدس عليهم ولا كل ما سبق حدث في بيت ماري مرقس؟ مين شاطر يقول لنا إجابة السؤال ده قبل ما تظهر؟ كل ما سبق، كل ده حصل في بيت ماري مرقس. برافو عليكم. أعظم ما تكرمه الكنيسة القبطية هو الأنبا بشوي ولا ماري جرجس ولا ماري مرقس ولا العذراء مريم؟ مين أعظم من تكرمه يا جماعة؟ حد عارف؟ حد هيقول لنا؟ العذراء مريم. برافو عليكم، برافو طبعا. الأول الجولة الثالثة ودي 10 أسئلة صعبة زي ما اتفقنا. جاهزين؟ صحصحوا معانا. اسم العبد الذي قطع بطرس أذنه والإنجيل الذي ذكر اسمه، هل ملخس وكان في إنجيل متى ولا ملخس وفي يوحنا، ملخس وفي مرقس ولا ملخس وسمعان؟ ها، حد عارف اسم الإنجيل؟ يوحنا بالظبط كان اسمه ملخس واتذكر في إنجيل يوحنا. اسم الأعمى الوحيد المعروف أن السيد المسيح فتح عينيه كان اسمه تيموساوس ولا بوفنوتيوس ولا بارتيماس ولا اسكلابيوس؟ كان اسمه ايه اللي اتذكر اسمه في الكتاب المقدس؟ كان اسمه بارتيماس الأعمى. برافو عليكم. سؤال 23، ما هو الإنجيل الذي ذكر اسم المرأة نازفة الدم؟ ده كان إنجيل متى ولا لم يذكر اسمها أصلا ولا إنجيل يوحنا ولا اتذكرت في إنجيل مرقس؟ حد عارف اسم المرأة نازفة الدم يا جماعة؟ ما اتذكرش اسمها أصلا. برافو عليكم، أيوة فوقوا. ما هو الإنجيل الذي ذكر البشارة، بشارة أمنا العذراء؟ متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا؟ مين الملاك اللي بشر ماما العذراء؟ اتذكرت فين القصة دي؟ في إنجيل مين؟ إنجيل معلمنا لوقا. برافو عليكم طبعا طبعا. شفاعة أمنا العذراء مريم هي شفاعة كفارية ولا هي شفاعة مؤقتة ولا شفاعة مرفوضة ولا شفاعة توسلية؟ تفتكروا ايه؟ سهلة اعتقد. حد عارف؟ سؤال مهم على فكرة. شفاعة أمنا العذراء مريم هي شفاعة توسلية، ما تتلخبطوش. السؤال اللي بعده، من أهم ألقاب السيدة العذراء مريم الممتلئة نعمة ولا الأم الحنون ولا فخر العذارى ولا والدة الإله؟ أهم لقب فيهم ايه؟ حد عارف؟ اللقب المهم هو والدة الإله، ده أهم لقب والباقي تمام معانا. معجزة السيدة العذراء حلة الحديد كانت لأجل بطرس ولا بولس
ولا متياس ولا يوحنا؟ مين اللي حلت له الحديد في السجن؟ فاكرين اسم القديس ده مين؟ كان متياس. برافو عليكم، متياس الرسول. السؤال 28، مين هما الاتنين اللي احتفلوا بعيد ميلادهم في الكتاب المقدس؟ كان اسمهم يوسف وبيلاطس، ولا أبيجايل وبطرس، ولا آدم ويوحنا، ولا فرعون وهيرودس؟ مين اللي اتذكر انه احتفل بعيد ميلاده؟ كتب كده فرعون وهيرودس. برافو عليكم، سؤال حلو. أكمل مكان النقط في هذه العبارة. قيل في رسالة مين أن مين حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن بلد إيه؟ يعقوب بطرس فلسطين، ولا تيموثاوس موسى مصر، ولا روميا وموسى والعالم، ولا العبرانيين وموسى ومصر؟ العبرانيين وموسى ومصر. برافو عليكم. قيل عن برنابا في سفر الأعمال إنه كان مقتدر في الكتب، ولا معلم المسكونة الكبير، ولا كان لاوي قبرصي الجنس، ولا الصديق الوفي للمسيحية؟ برنابا يا جماعة اتقال عنه ايه؟ لاوي قبرصي الجنس. برافو عليكم. وكده نكون خلصنا 30 سؤال في الكتاب المقدس، 15 عهد قديم و15 عهد جديد. اتمنى يكون التحدي ده عجبكم، واتمنى ان احنا نعرف اجاباتكم قبل ما الاجابات تظهر على الشاشة، وصححوها برضو. وما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد من الناس، ونشوفكم في فيديو جديد وتحدي جديد في المعرفة المسيحية. باي.